السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سأشرح لكم خطوة بخطوة الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق في حالات الطوارئ. تذكروا أن الثواني تحدث الفرق. تخيل أنك في أي مكان واندلع حريق في جزء منه. لا وقت للارتباك، دعونا نتعلم معا كيف نستخدم طفاية الحريق بسرعة وأمان. قد تكون أنت البطل في لحظة طارئة، لكن البطل يحتاج أن يعلم كيفية استخدام الأداة التي يستخدمها، ألا وهي طفاية الحريق. في هذا الدرس سأعلمك كيف تستخدم طفاية الحريق بثقة لإنقاذ نفسك والآخرين. طفاية الحريق قد تبدو بسيطة، لكنها فعالة جدا إذا استخدمت بشكل صحيح. اتبع معي قاعدة BASS باس. اسحب الدبوس، وجه الفوهة، اضغط المقبض، حرك الطفاية يمينا ويسارا فوق سطح اللهب. دعونا نطبق ذلك عمليا. هل سبق واستخدمت طفاية حريق؟ إذا كانت الإجابة لا، فأنت في المكان الصحيح، وسأرشدك في هذا الفيديو لتكون مستعدا لأي طارئ. مرحبا بكم. أغلب الطفايات اللي بنشوفها في البيوت والمكاتب هي من النوع البودرة، وتناسب معظم أنواع الحرائق المختلفة. يعني ممكن كارثة زي دي تكون انت اللي تسيطر عليها في بدايتها وتكون انت البطل. تعال أقول لك إزاي. تنزع تيلة الأمان، وجه الفوهة إلى قاعدة النار، اضغط المقبض بقوة، حرك الطفاية يمينا ويسارا فوق سطح اللهب. أخطاء حرائق المطابخ: أولا، لا يطفأ زيت القلي بالماء، فهذه كارثة. ثانيا، لا تسكب الزيت ولا ترفع الإناء المشتعل لتتخلص منه بعيدا، فالنار ستنتشر أكثر. الطريقة الصحيحة هي أن تترك الوضع كما هو، ووضع أي غطاء على الإناء المشتعل وغلق الشعلة. وأخيرا، لا تنسوا، إذا كان الحريق كبير أو انتشر بسرعة، اخرج فورا واتصل بالدفاع المدني على الفور. تدرب الآن لتنقذ حياتك لاحقا. مع خالص تحياتي، سلام.